هو العلاج البيولوجي؟ العلاج البيولوجي هو تقنية حديثة استخدمناها في علاج أمراض مهمة زي الروماتويد وزي الذئبة الحمراء. هو عبارة عن بروتين بنستخلصه من خلايا حية في جسم الإنسان بأدوات طبية في معامل مخصصة علشان يكون بديل للعلاج الكيميائي. العلاج البيولوجي من مميزاته إنه هو ما بيمنعش عمل جهاز المناعة، ده بيعيق عمل الخلايا المناعية اللي بتسبب أمراض الروماتيزم وبيساعد جهاز المناعة إنه هو يشتغل أحسن. العلاج البيولوجي مش هو العلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي ده اللي بيقضي على خلايا السرطان، لكن العلاج البيولوجي ده اللي بيساعد جهاز المناعة إن هو يقضي على الخلايا المناعية أحسن قبل ما تنتشر، وفي نفس الوقت بيعيق عمل الخلايا المناعية اللي بتسبب أمراض الروماتيزم. بستخدمه في أمراض روماتيزم كتيرة زي الروماتويد والذئبة الحمراء وروماتويد الأطفال والالتهاب المفصلي الصدفي والتيبس الفقاري ومرض بهجت ومرض جوجرن والقولون التقرحي ومرض كرونز والتهاب القزحية المناعي والتهاب الأوعية الدموية المناعي والتهاب الجلد المناعي. في عندنا علاج بيولوجي على شكل أقراص أو حقن تحت الجلد أو حقن في الوريد. قبل ما ناخد العلاج البيولوجي ضروري نعمل تحاليل مهمة زي تحليل الدرن الكامن وتحليل فيروسات الكبد B و C وأشعة عادية على الصدر. بالنسبة للعلاج البيولوجي أنا بديه للحالات المتقدمة أو لو في عدم استجابة للعلاج التقليدي أو لو في موانع للعلاج التقليدي. في عندنا أنواع كتير دلوقتي من العلاج البيولوجي وكمان ممكن نستخدمه في الأطفال وفي الحوامل، واخد طبعا موافقات من هيئات عالمية. وأخيرا ما تخافوش من العلاج البيولوجي.